يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. بصي بقى يا ست الكل، النهارده انا جايبه لك وصفه سهله وسريعه، وكلنا بنبقى محتارين ومتكتكين وتحت البطانيه وعايزين ناكل. هنعمل ايه؟ تعالي اقول لك هتعملي ايه، ومش هتاخد معاكي 10 دقايق، اقسم بالله 10 دقايق بس. امشي واعملي زي ما انا بقول لك كده، وبصي ما تمنعهاش من عندك. هقول لك هنعمل ايه وتركات وكل حاجه، واللي سهله واسهل من ما ياكل، واحسن كمان من اللي بتتعمل باللحمه المفرومه. يلا بينا نبدا الفيديو. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش اشتركي في القناه وفعلي الجرس، اضغطي لايك، اكتبي كومنت تشجعيني بيه، وصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا قاعده متكتكه في البطانيه، والعيال عايزين يتغدوا. يا ماما عايزين ناكل، يا ماما عايزين ناكل. طيب هعمل ايه ومش قادره انزل ومش قادره. بصوا الدنيا ساقعه، الدنيا ساقعه، الواحد عايز ياكل. فالمهم جه في دماغي، طيب هقوم اعمل لكم وحياة امكم، اعمل لكم احلى حاجه. طلعت ورقه الجلاش، طلعت الحشوه اللي انا عاملاها في الفريزر، سهلت عليا كتير جدا. طلعتها وسبتهم فكوا شويه، نص ساعه كده كان كل حاجه بقت تمام. ويلا نبدا ونشوف. جبت هنا صينيه البايركس بتاعي او صينيه المونيا او زي ما انت هتعملي، وترصي ورقه الجلاش. انا احتست هنا بصراحه، هتلاقيني عماله محتاسه. طب انا ما بعملهاش كده، انا بعمل ايه يا جماعه؟ انا بقوم جايبه الصينيه بتاعتي ايا كان الصينيه، سواء مستطيله سواء اي حاجه، واحط ورقه الجلاشه افردها، واقوم قصه على حجم الصينيه بتاعي، والباقي اقسمه بقى جزء تحت وجزء فوق. ليه هقعد اقسم بقى واعمل الطريقه دي والف كده ليه اوجع نفسي؟ يعني مش فاهمه. المهم انا قلت اعملها زي ما الناس ما بتعملها في التلفزيون، وفي الاخر ما عرفتش عكتها. يلا بقى. المهم هنا قمت اتصرفت، قلت ايه هو الجيش قال لك اتصرف. هتقولي لي عامله ايه؟ هقول لك جايبه حشوه الفراخ اللي انا شايلاها، كانت في الفريزر وسهله عندي. كنت بعمل صينيه مكرونه بشاميل وفضل الحشو ده. ساعتها قلت طب انا هعمل بيهم ايه؟ ما هو مش هينفعوا. قلت لا والله لا هينفعوا في اي حاجه. حتى والله قلت كنت هحشيهم خرشوف، احشي خرشوف يعني بالفراخ. قلت يلا هعمل بيها اي حاجه وهيجي وقتها. عملت ورقه الجلاش وطلعت الحشوه فكت، وقمت واخداها زي ما انتم شايفين، حتى ما سخنتهاش، والله ما سخنتها. قمت فردها كده في الصينيه، هي فكت ودابت وبقت زي ما انتم شايفين كده. قلت كده كده هتسخن وهتعمل في الفرن. قمت حشياها وطلعت زي ما انتوا بصوا، والله زي الفل، وكمية ما شاء الله طلعت حلوة مش قليلة، ورصت معايا الصينية. ونقول ألف حمد وشكر لك يا رب. هي دي الحاجات اللي تنفع في الشتاء يا جماعة. رصيت انا الحشوة بقى، وبترصي وبتقفلي عليها. طيب في ناس بيجوا عندك على اليوتيوب بيعملوا كل طبقة وحوالي وسمنة، طبقتين وسمنة. طيب انا في الاخر بحس بصراحة ان هي تقيلة جدا. يعني انا لما احط في كل طبقة سمنة، طب ليه؟ ده تبقى تقيلة وبتشر اصلا سمنة. لا انا ما بحبهاش كده. انا بحب احطها اقسمها، وفي الاخر هنحط بصي هنا بقى اخر ما زهقت انا رجعت الاصلي بقى يا جماعة. اصل اللي احنا متعودين عليه، امي وامك كانوا بيعملوا كده، ما كانوش بيقعدوا يحطوا حتة من الشرق وحتة من الغرب. لا هي كانت بتعمل كده وتتقسم وتطلع زي الفل. ما هو بص في حاجات كده مهما نقدم فيها وكده بنحس ان اسهل طريقة طريقة امهاتنا. يعني انا اول ما اتجوزت حماتي كانت بتعملها اللي هي طبقات وهو ازمة معاها والكلام ده. من ساعة ما انا اتجوزت في اي مش ما شاء الله في اي اكل في اي حاجة تقولي لا انت اللي تعملي لي الجلاش، انت اللي مش عارفة تعملي لي ايه. حاجات كده بس بسهلها على نفسي وعلى غيري. يعني الجيش بيقولك اتصرف. المهم انا الحشوة اللي عندي دي يا جماعة كنت شايلها في الفريزر. بعملها ازاي؟ وممكن انتي بقى تعملي كميات منها وتحطيها في اكياس مثلا او في علب وتشيليها في الفريزر. عايزة تعملي مكرونة بشاميل هتطلعيها هتبقى جاهزة، عايزة تعملي جلاش هتبقى جاهزة، عايزة تحشي بيها بطاطس اللي هي المحشية اللي هي بتتهرس دي هتبقى جاهزة. عايزة بصي حاجة تحفة قوي وسهلة جدا يا جماعة. تحشي بيها سمبوسة، مش هتقول اي حاجة ولا تقول لا. بما اننا داخلين على رمضان فالحاجة دي هتنفعنا. تعالي بقى اما اقولك انا عملتها ازاي. انا بجيب الفراخ بقطعها حتت صغيرة، واقوم نازله بيها في الطاسه تبقى سخنه، عشان مش ما بحبهاش بصراحه تسرد ميه، بحبها ان هي تنزل والطاسه سخنه فتاخد لون من الطاسه في الاول. فالمهم انا نزلت بيها وقلبتها، وانزل عليها
بعد كده بعد ما دخلت خلاص في السوا انزل عليها بمكعبات بصل، انزل عليها الاول بقلب البصل شويه عشان البصل بياخد شويه، وبعد كده انزل بفلفل. كان عندي هنا فلفل اخضر وفلفل الوان، قطعت حته من هنا وحته من هنا ونزلت بالفلفل. وبعد كده الطماطم بتبقى في الاخر بقلب، وبحط بقى معلقتين صلصه عشان تديني تيست للطعم، وفي نفس الوقت عشان تحمر لي المكرونه البشاميل. هتقولي هتأثر معايا؟ لا عادي، عملت بيها الجلاش اهي ولا فرقه. المهم بعملها بقى وتستخدميها بتبقى زي الفل، المكرونه او الجلاش. هنا بقى انا كنت دخلت صينيه الجلاش، بحب ان هي بدخلها الفرن تاخد درجه لون اصفر كده، وتلاقيها فكت كده وشخللت، وتقومي مطلعيها بقى. تكون انت بقى محضره، تحطي بضايه وعليها رشه ملح ورشه فلفل اسود وايه، ونكمل الكوبايه ايه لبن. انا هنا حطيتها كده قليله عقبال ما اقلب، وبعد كده كملت اللبن. وفي تركايه تاني هتنفع معاكي برضو، تحطي سنه زيت. ليه الزيت؟ الزيت بيدي لمعه للجلاش، بتدي لمعه حلوه للجلاش مع البتاع ده. بصي هنا انا عملتها، هطلعها بقى من الفرن. انا هنا بمسح وبتاكد ان الرخامه بتاعتي ناشفه وما فيهاش حاجه، عشان انا هطلع البايركس مش عايز سقعه، مش عايز ميه، مش عايز اي حاجه تاثر على البايركس. احنا عارفين البايركس يعني باللمسه، فربنا يسترها معانا يا رب. هنا الجلاش شفتي عامل ازاي؟ لسه اهو. استني بقى لما اطلعهولك في الاخر، بصي قلبك يعشقه كده من جوه. ممكن طبعا تحشيها تعمليها في صينية الألمونيا اللي هي الطويلة، يبقى تتقطع مربعات. ممكن تعمليها زي ما انت شايفة. انا بقى يعني من وقت للتاني انا دخلتها الفرن بعد ما سقيتها وطلعتها. بصي طلعت عاملة ازاي، الله الله الله، تستاهل بقكم والله يا العظيم. ولد يا ولاد ايه يا رأيكم؟ تستاهل لايك ولا ما استاهلش؟ طب لما تعملي الحشوة دي وتقسميها كده وتشيليها، مش هتنفعك في رمضان لما تكوني قاعدة متكتكة كده وعايزين تاكلوا بالليل في عز السقعة، وعندي ورق الجلاش، هطلع ده يفك وده يفك واعمل زي ما انا عملت كده، صح؟ مش لاقيه لايكات خالص، هعيط هعيط منكم والله. الجزء الاخير ده معرفش، بصيت لقيته بقى هو موجود كده، مش عارفه انا كنت مصوره ليه بصراحه، بس اهو يلا. ومش واضح، حاسه مش واضح، بس اهو نزل وخلاص. اهم حاجه بقى اللي وصل بينا هنا ما ينساش يصلي بينا على النبي في الكومنتات، ويكتب لي كومنت حلو كده تقولوا لي ربنا يبارك لك، اي حاجه اي دعوه حلوه، ويا رب تحطوا اللايك.